أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة فيلم من الآخر. يا ريت ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان توصل لكم كل فيديوهاتنا. ويلا بينا نبتدي فيلم النهاردة. فيلمنا النهاردة بيحكي عن 3 شباب، ده شون فالكون، ده ديريك ساندوفال، وده كايل. شون ده بقى شخص ما بيحبش في حياته شيء غير التصوير وحبيبته رايلي. وطبعا شون مصور رايلي صور كتيرة حبيبته بقى، ومنهم صورة شخصية شويتين. هي ترجته انه يمسحها، لكنه وعدها انه مش هيوريها لحد ابدا ابدا. وهو اصلا جاي مع امه من ايرلندا لامريكا عشان يعيش مع جوز امه، وطبعا حالته المادية صعبة ومش هيقدر يتجوز رايلي إلا لما يكون عنده فلوس كتيرة. أما ديريك فهو حالته المادية زي الزفت، وكل هدفه في الحياة إنه يكون عنده ثروة عشان يقدر يعيش حياة كويسة بيحلم بيها من زمان. شون وديريك هما الاتنين أصحاب بيشتغلوا في مطعم، شغلانتهم إنهم بيركنوا العربيات للزباين، والشغل ده كان قريب من أوضة المدير. وبنعرف بعد كده إن شون وديريك شغلتهم الحقيقية إن واحد فيهم بدل ما بيركن عربية الزبون ياخدها، وعن طريق الGPS يقدروا يوصلوا لبيت الزبون ويسرقوا كل حاجة في بيته. بس هم حرامية أبلسة شوية، كانوا لما بيسرقوا بينمروا على الحاجات الخفيفة والغالية في نفس الوقت. وفي يوم من الأيام بيروح كايل للمطعم اللي شغال فيه ديريك وشون، وبيديهم مفتاح العربية وبيعاملهم بوقاحة، وبيحذرهم إنهم ياخدوا بالهم من العربية وما يبوظوش أي حاجة فيها. لكن بطريقته الوقحة دي بيستفز شون، عشان كده أول ما بياخد منه المفتاح عشان يركن العربية بيقرر إنه لازم يروح بسرعة على بيت الراجل ده عن طريق الGPS الموجود في العربية. وأول ما بيدخل شون البيت بيلاقي جواب فيه كريدت كارد جديدة لسه ما اتفعلتش، فبيتصل بالبنك يفعلها عن طريق تليفون البيت الأرضي، وبكده يبقى الفرصة جات لهم على طبق من ذهب. وبكده مش هيسرقوا تاني خالص، لأنهم هيبقوا أغنياء جدا وحلمهم هيتحقق. عشان كده قرر إنه يمشي لأنه ما عادش عايز حاجة تاني. لكنه استغرب إنه لقى فيه أوضة الباب بتاعها مقفول بقفل رقمي، فاستغرب وسأل نفسه سؤال: هو إيه اللي في الأوضة دي مهمة قوي كده عشان تبقى مقفولة بالشكل ده؟ يمكن تكون حاجات تنفع للسرقة. وقدر شون إنه يفتح الأوضة ودخل وما لقاش فيها غير كمبيوتر ودفتر شيكات، فقرر إنه يصور دفتر الشيكات يمكن يحتاج البيانات اللي فيه بعد كده، واستخدم التليفون علشان يصور الدفتر. لكن لما فلاش التليفون اتفتح شاف شون بنت قاعدة قدامه على كرسي مربوطة بجنازير وكأنها حيوان بالظبط، وأول ما شافته طلبت منه المساعدة. صعبت عليه، قرر شون إنه يساعدها، عشان كده قعد يدور على أي حاجة يفك الجنازير اللي حواليها بيها. وبالفعل لقى شون مقص كبير موجود في الأوضة، وبعدين اكتشف إن الأوضة دي مليانة أدوات بيستخدمها مايكل عشان يقطع جثث الناس اللي بيقتلهم. وفي الوقت ده بيتصل ديريك بشون عشان يقوله إن الراجل قام من المطعم وعايز العربية بتاعته، تعال بسرعة. لكن شون بيقرر إنه يروح يساعد البنت بالمقص الحديدي اللي لقاه. وأول ما راح عند الأوضة اللي كان فيها البنت المربوطة لقى إن نور الأوضة نور، وهنا عرف شون إن البيت فيه كاميرات مراقبة متصلة بتليفون البيت. عشان كده قرر إنه يسيب البيت ويروح بسرعة يرجع العربية لصاحبها. وبنعرف بعد كده إن شون حكى لديريك عن البنت، وبيقرروا هما الاتنين يساعدوها، وبيتصلوا بالشرطة من تليفون عمومي عشان محدش يعرف مين اللي بيتصل. وبيروح ديريك وشون بالعربية قدام بيت مايكل عشان يعرفوا البوليس هيقدر ينقذ البنت ولا لأ. المهم لما جت الشرطة طلع لهم كايل وهو لابس روب، وكان معاه بنت تانية، وسألت الشرطة البنت علشان تعرف إنها بخير ولا لأ، والبنت جاوبت إن مفيش أي حاجة. وكانت البنت دي غير البنت اللي كانت مربوطة، وبالمناسبة البنت اللي كانت مربوطة دي كان اسمها كاتي. علشان كده قرر الاتنين الأصحاب يراقبوا البيت لحد ما يطلع كايل من البيت ويدخلوا يفكوا البنت ويهربوها. وبالفعل طلع كايل بعد ما الشرطة مشيت بفترة، ودخلوا البيت. وهنا كانت الصدمة، بيشوف شون إن الأوضة اللي كانت فيها البنت مفتوحة مش مقفولة بقفل رقمي زي المرة اللي فاتت، وكمان البنت ما كانتش موجودة في الأوضة، والأوضة كانت طبيعية جدا. وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت عربيات الشرطة، وهنا بيعرفوا إن كايل كان عارف إنهم جايين وبيعمل لهم فخ، عشان كده خطط إن هم يدخلوا البيت ويبلغ الشرطة ويتهمهم بالسرقة. وقدر الاتنين الأصحاب إن هم يهربوا من الشرطة على آخر لحظة. أما كايل المفتري أخد البنت عشان يوديها الكوخ ويقتلها هناك. شون بيفضل يفكر في البنت ومش عارف ينقذها إزاي، فبيروح الشرطة وبيعترف على نفسه إنه كان رايح يسرق وشاف البنت مربوطة في المكان، وبيحكي لهم على اللي شافه، لكن ما جابش سيرة صاحبه، وده كله علشان ينقذه. وكمان كان ساعتها لقط صور للبنت اللي كانت مربوطة ووراها للشرطة، وراحت الشرطة بيت كايل لكنهم ما لقوش أي حاجة.
ورجع الضابط قال لشون إنه راح بيت كايل وما لقاش حاجة. لو يهمك إنك تلاقي البنت اللي في الصورة اللي معاك ممكن تبلغ شرطة ال FBI، يمكن يقدروا يساعدوك. وبالفعل بيروح شون لشرطة ال FBI ويبلغهم عن البنت المربوطة، والضابطة اللي كانت هناك ما كانتش مصدقاه لأنه سوابق وعليه قضية سرقة، وكمان بيتهم راجل غني ومعروف في بلده، لكنها بتاخد منه الصورة علشان توصل لمعلومات عنها وتعرف إيه حكايتها. وبعد كده بنلاقي كايل راح للبنت ووراها صورة شون وقال لها هو ده اللي كان عايز يهربك؟ قالت له آه. عشان كده حط جهاز تتبع في عربية شون وقدر يوصل لمكان بيته، وكمان دخل بيت شون وفتح جهاز الكمبيوتر الخاص بيه وقدر يعرف عنه كل المعلومات، وكمان قدر إنه يلاقي صورة عارية لرايلي حبيبة شون، استغلها ونزلها على صفحة شون على الفيسبوك وكتب عليها إنها بنت مش كويسة وهو مش عايز يعرفها تاني. وكمان بيبعت الصورة دي لكل أصحاب رايلي. ومش بس كده، اتصل على مدير المطعم اللي كان شغال فيه شون وديريك وقال له إنه لازم يطردهم من الشغل وإلا هيفضحكم ويقول للناس إنهم بيسرقوا بيوت العملاء اللي بيجوا المطعم. وبالفعل المدير بيفصل شون وديريك من الشغل وبيجيب مكانهم ناس تانية، وبكده بيكون شون خسر حبيبته وشغله. لكنه مش بيكتفي بكده وبس، لأننا بنعرف بعد كده إنه تهجم على رايلي وضربها جامد لحد ما وقعت من على السلم وفقدت الوعي من كتر الضرب، وبيروح لها شون علشان يعتذر لها عن اللي حصل بسببه، لكنها بترفض تسمع منه أي كلام. ولما بيمشي شون من عندها وبيرجع للعربية بتاعته بيلاقي إن العربية متدغدغة، وفجأة بتظهر عربية ماشية بسرعة رهيبة وبتبقى عايزة تخبطه، لكنه بيقدر ينقذ نفسه منها. انتقام يعني. وبعد كده بتجيله مكالمة من رقم غريب، ولما بيفتح بيلاقي حد بيقوله أهلا بيك في السجن بتاعي، بما إنك كنت عايز تسرقني أنا هعرف أعلمك الأدب كويس. وبيقفل السكة في وشه. بيقلق شون على أمه بعد المكالمة دي، فبيروح لها البيت وبيلاقيها قاعدة بتعيط هي وجوز أمه لأنهم هما الاتنين اتطردوا من شغلهم بسبب اتهام زور في قضايا في سمعتهم وفي شرفهم. وهنا بيعرف شون إنهم في خطر حقيقي، وبيحكي لهم على كل حاجة وبيطلب منهم إنهم يسيبوا البيت ويروحوا فندق عشان هناك هيبقوا في أمان أكتر ليهم. وبعد كده بيتصل شون على صديقه ديريك وهو بيكلمه لقى إن ديريك فاتح الكاميرا، وفجأة سمع شون وهو على المكالمة صوت كايل الجبار وهو بيتهجم على ديريك وبيقتله وبيمسكه مسدس عشان يبين إنها قضية انتحار وإن هو اللي قتل نفسه. شون بينصدم للي حصل لصديق عمره، لكنه قرر إنه يقبل كاميرا الفيديو، وعرف كايل إن الكاميرا مفتوحة ومسك التليفون. وفي الوقت ده قدر شون يلقط صورة لكايل عشان يبقى معاه دليل إن هو اللي بيعمل كده، وبيروح يوريها لشرطة ال FBI. وهناك بتعرف الضابطة إنه كان وهو صغير قتل حصان ومتهم في الحادثة دي، لكنهم ما لقوش جثة الحصان علشان كده ما تعاقبش. وبدأت الضابطة تشك إنه شخص سايكوباتي ومش مظبوط، ووارد إنه يكون السبب ورا اختفاء حالات كتيرة من البنات اللي مش لاقيين ليها سبب. وبتبدأ الضابطة إنها تشك إن ممكن كلام شون يبقى صحيح. لكن شون بعد اللي حصل لصديقه ما قدرش يستحمل، وقرر إن المواجهة أفضل طريقة، علشان كده راح لبيت كايل وشاف في عربية كايل عنوان تاني على ال GPS، قرر إنه يحتفظ بالعنوان ده. وبعد كده دخل بيت كايل علشان يشوفه، لكن هناك كانت المفاجأة إن في قنبلة في المطبخ هتنفجر بعد 36 ثانية، لكن شون قدر يهرب والبيت انفجر. وقرر شون إن يبحث عن العنوان اللي لقاه على ال GPS، وعرف إن العنوان ده لمزرعة بتاعة كايل. وراح شون المزرعة وأخيراً لقى البنت كاتي هناك، وكانت محطوطة جوه قفص ومربوطة كأنها حيوان. وشون بيقول لها إنه هينقذها، لكن تعبيرات وشها اتغيرت فجأة، لكنه ما قدرش ينقذ نفسه في الوقت ده، وده لأن كايل ضربه بفاس تقيل على راسه وبيغمى عليه. بعد كده بيفوق شون وبيلاقي إن كايل كان موقف كاتي جنب حفرة عميقة، وبيقول له أنا مش عايز أقتلها غير لما تفوق وتشوفني وأنا بموتها، وعلى فكرة هقتلك بعدها وهدفنكم انتوا الاتنين في نفس الحفرة، مش دي اللي بتبلغ عني الشرطة بسببها؟ وبيضرب كايل طلقة من المسدس بتاعه وبتقع كاتي في الحفرة، لكن الحمد لله الطلقة ما جاتش عليها. وبتكتشف إن الحفرة دي فيها جثث لناس كتير، وبعد كده بتطلع من الحفرة وبتضرب كايل بنفس الفاس اللي ضرب بيه شون. وبعد محاولات كتيرة بيقدر شون وكاتي إنهم يضربوا كايل وكمان يكتفوه ويقعدوه على نفس الكرسي اللي بيقعد عليه ضحاياه. وبتيجي الشرطة وبتشوف الضابطة كايل وهو متكتف على كرسي زي الحيوان، وبيبقى في حالة غضب شديدة. وبكده بيخلص تلخيص فيلمنا النهارده. يا ريت ما تنسوش تعملوا لقناتنا قناة فيلم من الآخر لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان نكبر بيكم. سلام.